قديمة إلى من الجزائر. مصر إلى الجزائر بالفعل، لكن نبقى دائما مع القديم ورونق القديم، حيث تحاول السيدة نبيلة صاري إحياء موروث بلدها وتتفنن في إضفاء لمسة عصرية إلى أنواع مختلفة من اللباس التقليدي كالقفطان، وليس القفطان الوحيد التقليدي في الجزائر. في الجزائر أكيد كما في الكراكو وغيره. طبعا هذا القفطان تمتد جذوره إلى القرن ال16. نبيلة لا تكتفي بخياطة الألبسة التقليدية الجزائرية، بل تقوم أيضا بأبحاث أكاديمية تاريخية بحثا عن ميزات اللباس التقليدي الجزائري. السيدة صاري مينا مصممة الأزياء الرفيعة، عندي أكثر من 35 سنة يعني حرفة في هذا المجال الثقافي، وحائزة على الجائزة الأولى الوطنية في اللباس التقليدي. عملت كتير وبحثت كتير باش يعني نكون مقبولة. التخصص ديالي في اللباس التقليدي العاصمي واللباس الشاوي والتلمساني. اللحفة ما خدتش مكانتها مع الألبسة الأخرى. كاين كتير انواع يعني من الاوراس، كاين من التلمسان، استغانم، تسوف في الصحراء. يعني انا نحاول بقدر الامكان اني نطوروا ونردوا احسن واحسن يعني اللباس في الجزائر. شفت باللي الكراكو موجود من زمان يعني من قرون، وانا تخصصت اكثر في الغليله. يعني انا نفصله بطريقه عصريه حتى ولو طورته، لكن يعني يشبه كثير للألبسة القديمة. القفطان أكثر من 5 قرون هو مترسم هنا في الجزائر ومطروز بالمجبود أو الفتلة يعني، والجزائريات حبوه كثير ولبسوه إلى يومنا هذا. بلدان مجاورة عندهم لبس 1 أو 2 أو 3 يعني مش أكثر، لكن إحنا يعني كجزائريين لنا غنية كثير، أكثر من 15 أو 20 نوع. كلنا حرفيين متمنين نوصلوا رسالتنا للأجيال القادمة إن شاء الله، ونمدوا أحسن صورة ناس تاع الخارج إن شاء الله.